السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي يومية السعدية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة فيديو روتين حماسي كده، هنفرش فرش الشتاء. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وفعل الجرس وتدوس على كلمة الكل عشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصل لك. نبدأ كده. نسمي الله، نبدأ بالصلاة على النبي نبدأ الفيديو. بس بالله عليك تحطي لي لايك عشان اكمل معاكم في الفيديوهات. اول حاجة كنت عايزة اعملها كانت نظافة اوضة الاطفال. اوضة الاطفال عندي انا كنت كل اللي عايزة اعمله فيها ان انا انفض البلكونة واكنسها وامسحها، وامسح كده المروحة وانظف السراير وامسح الارض. فبصوا رجعت السراير مكانها عشان اقدر افتح البلكونة اهو الاوضة برضو، وجاينا شتا وشمس والكلام ده، عايزين نهول الأوضة يعني. فقلت أعمل مسحت المروحة، غسلتها يعني غسلة كويسة، بس ما حطيتلهاش اللي هي الكسوة بتاعتها. قلت بعد ما بعد ما نبطل نشغل المراوح أبقى أحط كسوة المروحة. بس فرشت السراير. هوريكم هنا برضو في تراب في البلكونة. نظفت البلكونة تنظيفة كويسة. كنت عايزة أكنسها، أنا حاطة القماشة دي كده عشان التراب يعني ما يدخليش من البلكونة. فكنت عايزه اكنسها وامسحها وامسح الارض وافرش السجاده الصغيره لحد ما ان شاء الله كده اجيب لي حافظه كده احطها قدام الحته دي، لان الحته دي اكبر من السجاده اللي انا كنت جايباها في الاول. بس كنست كده ومسحت. بص هي السجاده بتاعت الاطفال، ان شاء الله نجيب واحده اكبر من كده يعني. ف واحده مقاس 2 في 3 الكلام ده ممكن تكون حافظه. برضو المعطر ده حلو خالص زي فريده وكده، فبالورد فرشيت برضو معطر وقفلت الأوضة. دي أول أوضة أنا عملتها. ليه؟ لأني أول ما بنصحى من النوم بنقعد في الصالة وكده، فالأوضة دي مش بندخلها غير على النوم، فأنا نظفتها لأن محدش هيدخلها غير لما نيجي ننام. هنا حاطة شنط المدرسة بتاعت البنات. خلصت كده الأوضة معاكم ورشيت معطر وعملت قلت أقفل الأوضة دي، أطفي النور كده وأقفل الأوضة دي وأدخل على أوضة الأنتريه. أوضة الأنتريه عندي عملت الستارة، فكنت عايزة أركب الستارة. كنت عايزة أغسل المروحة. بصوا المروحة التراب عليها. عايزة أغسل المروحة وأعمل لها الكسوة بتاعتها، لأني أكتر أوضة دي بصراحة بتتعبى تراب. كنت عايزة أمسح الأنتريه مسحة كويسة وأفرشه. فأدي الستارة كنت جايباها لسه من عند الخياطة بوريها لكم. فعملتها مش نظام حلقات، نظام كبس كده في الماسورة، هوريها لكم برضو لما تتفرش. فنضفت الشيش بتاع البلكونة وكنست ومسحت. بصوا يعني عايزه اقول لكم عملت تنظيفه حلوه كده عشان اقدر افرش السجاد يعني. طبعا السجاد انا كنت غسلاه وغسلت البطاطين. ما فيش غير هدوم الشتاء يعني الشتوي ليا انا والبنات وجوزي والكلام ده كده. فقلت عادي ده يعني مش هيحتاج ان انا عادي والشقه مفروشه اعمل الغسيل. ف وفي حاجات كمان نظيفه يعني نحطها على طول في الدواليب. فهنا كنت مسحت الحيطه دي مسحه كويسه وكنت طبعا ركبت الستاره. مسحت طبعا تحت اول حاجه الكنبه. كل ما بمسح تحت حاجه برجعها مكانها عشان تبقى الارض سهله عليا كده. ف خلصت فرشت طقم الانتريه ده، رحت قلت لا يعني، قلت لا طب افرش طقم ليه مفرش والكلام ده. شلته وفرشت يعني طقم اللي مفرش هتشوفوه معايا دلوقتي، وحطيت السجاده و... وعطرت الأوضة وقلت خلاص كده ادي أوضة. يعني برضو الأوضة التانية خلصت معايا لأن الصالة عندي بهدلوها البنات بجد يعني، بهدلوها. فخلاص كده أنا خلصت ال الأوضة وتمام. وقلت أسيبها تنشف، ما احطش السجادة دلوقتي. فقلت أوريكم بس الصالة، منظر الصالة. قفلت طبعا الاوضتين عشان كنت مسحاهم. بصوا الصاله انا كانت عندي كسوه الركنه هنا كنت غسلاها برضه عشان افرش على نظافه. وكنت عايزه اركب ستاره عند الشباك يعني، ونحط ستاره عند القرش كده، بحيث بقى الصاله اللي من جوه دي بنقفلها كده بالستاره والموكيت بتبقى دافيه كده في الشتاء. فبصوا البنات لعبوا وخربوا الدنيا. فقلت لا ما بدهاش، نعمل اركب يعني اخلص اوضه الانتريه الاول. غيرت الطقم ده وفرشت السجاده وقلت اطلع خلصت خلصت الصاله مسحتها وكده وسبتها تنشف على بال ما فرشت هنا. ورجعت رحت عملت
فرشت السجاد والموكيت، استنيت جوزي عشان احط الركنه لاني بشيلها وبحط تحتها الموكيت. هنا برضو عملت كسوه المروحه لان ما حدش بيدخل الاوضه دي كتير غير لو ضيوف حد غريب يعني، فانا بيجي لي اللي بيجي له القريبين مني واهلي يعني والكلام ده، فبنقعد في الصاله قدام الشاشه عند الركنه وكده. بصوا ريحه النظافه حلوه خالص. الشتاء بحب الشتاء في التكفيل كده والفرش، وبيبقى البيت مرتب ومنظم. ففرشت هنا برضو حطيت الكسوه بتاعت الركنه وحطيت عليها اللي هي الفرشه بتاعتها دي. فرشت الموكيت والسجتين هنا برضو عشان الصاله هنا. خليت لكم الشقه زي الفل باذن الله كده. يلا مع بعض نتشجع يعني شجعوني بلايك واشتركوا في القناه، وشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. نعمل بقى فيديوهات مع بعض، نودي البنات المدرسه ونرجع نعمل فطار ونرتب ونغسل ونرجع نعمل غدا. فيديوهات الحلوه بتاعت الشتاء كده نرجع ليها باذن الله. اشوفكم على خير. مع